بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. حكايتنا النهارده مع القديس الشماس استفانوس، وهو اسم يوناني معناه تاج او اكليل من الزهور، وهو اول الشهداء واول الشمامسة، وكان يهودي بيتكلم اليونانية كويس جدا، وانتخبوه هو والسبعة معاه للخدمة وخدمة الفقراء، توزيع التقديمات والخدمات لكل الناس. كان استفانوس مليان بالإيمان والروح القدس كانت دايما عليه، وكان بيصنع الآيات والعجائب دايما قدام الناس، وكانت الناس بتتلف حواليه تسمع منه الإيمان، ويصنع معاهم معجزات وشفاء باسم ربنا. وكان بعض اليهود بيلتفوا حواليه عايزين يقوموا الشيطان، لكن هما ما كانوش بيقدروا يقفوا قدامه من قوة الإيمان اللي هو فيها استفانوس. ولما لقوش فايدة معاه اشتكوا عليه وشهدوا عليه شهادات زور كتير إنه بيتكلم ضد الشريعة وضد الهيكل، وقدمت كل الشكاوي دي في المجمع عندهم هناك. وفي المجمع استفانوس وبخ اليهود على مقاومتهم لربنا والكلام عليه بالتجديف، وإنهم هم اللي رفضوا المسيح وصلبوه وكمان قتلوه. وبرضو المجمع رفض يسمع كلامه وحكموا عليه، لكن هو كان دايما شايف باب السماء مفتوح والملايكة موجودة قدامه. وبعدين حكموا عليه وخدوه ورموه برا المدينة، وفي حفرة كده ابتدوا يرجموه، وكان بيقول يا رب اقبل روحي، وان ما يقومش لهم الخطية الرجم دي عشان هما مش عارفين هما بيعملوا ايه، وسامحهم دايما يا رب. وكان بيدعي لهم دايما. ومن ضمن الناس اللي كانت واقفة بتتفرج على رجم استفانوس القديس بولس اللي هو كان شاول، وكان راضي جدا، وكان شايل الهدوم بتاعت الناس وهي بترجم استفانوس. وكانت النعمة اللي عملت في بولس انه شاف ايمان استفانوس ودعائه ليهم بالرحمة والغفران قدام ربنا رغم رجمه، فكان دي عملت النعمة في بولس بسبب ايمان استفانوس. وطبعا بعد استفانوس ما ارتجم رجموه، المسيحيين اتشتتت كتير وراحت المدن اللي حواليهم، لان كانوا قاعدين بيسمعوا دايما كلام القديس استفانوس عن الايمان وعن المسيح وعن صلبه، وعن ازاي انه كان برحمته اتصلب عشان احنا كمان ندخل الفردوس معاه وننعم بالمحبة والسلام. واستفانوس بركاته تكون معانا امين، وبركة القديس استفانوس تكون معانا ومعاكم امين، وصلواته لينا في السماء تشفع علينا يوم الديان العادل بشفاعة القديسة مريم والقديس استفانوس تكون معاكم ومعانا امين. وما تنسوش تشتركوا معانا في قناة نور القديسين يفرح، وربنا يا رب يفرح قلبكم بكل غالي وبشفاعة القديس استفانوس امين.